يوسف كان قاعد لوحده في الأوضة والدنيا كلها ساكتة، بس سكون مش مريح، السكون اللي بيخنق. الساعة كانت عدت نص الليل والموبايل رنة قديمة، رنة زينب. قلبه اتقبض وهو عارف إن الرنة دي عمره ما غيرها، بس اللي مستحيل ينساه إن زينب ماتت من 3 شهور. فتح الموبايل، فويس منها، صوته الداخلي بيصرخ يمسحها، بس ايده خانته وفتحها. صوت زينب ناعم بس بارد، كأنها جاية من حتة تانية. خلي بالك يا يوسف، في عاصفة جاية وهيبقى في حادثة عربية ونور وخوف، خلي بالك من الطريق. صوته اتقطع بس قلبه مبطلش يدق. تاني يوم راح قابل اصحابه في الكافيه، حكى، ضحكوا عليه. واحد قال له دي الهلاوس اللي بيعملها الحزن يا يوسف، انت محتاج تسيب اللي فات وتركز في اللي جاي. بس هو ما سمعش، هو كان سامع صوتها ولسه حاسسها جنبه. بالليل المطر نزل تقيل، والعاصفة اللي اتقالت في الرسالة بدأت. يوسف قرر يسوق، سايق بسرعة والمطر بيغسل الإزاز كأنه بيغسل خوفه. كل شوية يبص في المراية، كل شوية يسمع صداها، خلي بالك، خلي بالك يا يوسف. وفجأة نور ساطع في وشه، عربية نقلت دخلت عليه بسرعة، لف دريكسيون بكل قوته. بس خلاص، الفويس وصل تاني، آخر فويس، صوت زينب بيهمس، أنا آسفة يا حبيبي، مفيش هروب، أنا مستنياك. في آخر نفس قبل ما النور يطفي، يوسف ابتسم لأنه فهم الحب الحقيقي. الحب الحقيقي ما بيموتش، وزينب مستنية على الناحية التانية.